كرة تصل إلى نيمار، محاولة برشلونية، لمسة لميسي، ميسي مع انيستا، يلعبها لانيستا وكرة جول! انيستا لمسة ساحرة جميلة، وانيستا باليسرى. الأجهزة الذكية ليسوا لاعبين، بل هي أجهزة ذكية جميلة. إلى دي ماريا، البحث عن عرضيات، كرة عرضية جميلة وخطيرة بالراس وكرة جول جميلة، بل في منتهى الروعة. الله على دي ماريا وبنزيما بالراس، روعة 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 جميلة. العرضية من دي ماريا، الراسية أروع، ويقولون يرددون أن الأبيض إذا غير تلون. الملك يتعادل، الكلاسيكو يشتعل. على اليسار مارسيلو، تحرك من دي ماريا، خطيرة للريال، وكرة عرضية، دفاع وكريم. دي ماريا مرة أخرى لعب العرضية، كريم بالفخذ استقبلها، باليمنى أطلقها، ملكية جميلة في الشباك الكتالونية. يا إلهي، اللمسة من ميسي، الوجه جميلة، ميسي يحاول أمام راموس، ميسي بينية لنيمار، خطيرة وكرة وميسي فعلها اليوم. لا داعي للخوف، إلى أي مكان ذهبوا لديهم ميسي. هنا سيسجل، هنا سيتألق، هنا سيضرب وسيرفع يده اليمنى وسيحتفل. هيا بنا يا رفاق. وهنا عادت الأمور إلى التعادل، هدفين ريال مدريد في منطقة الجزاء، ورونالدو لديه ركلة جزاء لريال مدريد. رونالدو كريستيانو، الله على رونالدو، نام في المباراة، وعندما ظهر في اللقطة حصل على ركلة جزاء، وعندما حصل عليها سجلها في المرمى، أطلقها من قلبه بقدمه اليمنى. روعة من كريستيانو، وهدف ثالث للريال. 20 في مرمى ريال مدريد. ميسي عندما يسجل الآن سيكون ريال مدريد أكثر فريق سجل في مرماه. ميسي على الإطلاق مع أتلتيكو، كرة لمصلحة البارسا، وميسي من أجل التعادل بعد 64 دقيقة في الكلاسيكو. الكل ينتظر يا ميسي الركلة الجزائية، ليو يلعب الكرة، تعادل لبرشلونة، والآن 3 مقابل 3. يا إلهي، أي سيناريو تشتي. يلعب الكرة، جول ميسي مرة أخرى. المتعة، القدم الساحرة، الكرة في المرمى. ميسي لديكم، لا خوف عليكم. وهات في مدريد، في هذا الكون، في العالم كله، متى يأتي الهدف الأول في مرمى برشلونة؟ لغاية الآن خط دفاع برشلونة برافو، حارس المرمى برافو، ومحاولة برشلونة ممكن جول جول جول. الأول لم يأتي متأخرا برشلونة إذا من بدري، ونيمار من بدري، ونيمار يأتيك الآن ويسجل الهدف الأول. تقدم وأعطيت له الفرصة الكافية والمساحة الكافية. يأتي الآن البرازيلي المتألق ويرفع رصيده الشخصي في الكلاسيكو. هو يلعب الكلاسيكو الرابع، عنده الآن الهدف الثاني. أول أعتقد مرمى برافو، راح الآن يتلقى الهدف الأول. كريستيانو يتقدم جول، وبالتالي كريستيانو قوية في مرمى كلاوديو برافو. يأتي أخيرا كلاوديو برافو كأول لاعب يزور مرمى فريق برشلونة بعد أن صمد برشلونة كم
8 مباريات و34 دقيقة لم يتلقى مرمى برشلونة الهدف. قبل قليل وصلت إلى ضربة ركنية الآن لمصلحة توني كروز اللي يتقدم ويلعب الضربة الركنية لمصلحة الريال. اللعبة عالية، كريستيانو رونالدو، الشباك كانت نظيفة، لكن البرتغالي الأول كريستيانو رونالدو والبرتغالي الثاني أمام بيبي، الاثنين البرتغاليين بعدما صمد كلاوديو برافو ياتوك الآن. جات الضربة الركنية، لعبة الضربة الركنية قصيرة ما استفاد منها برشلونة على أساس يتابعها أنيستا ويتابع. لاحظ الصراع، لاحظ الصراع، لاحظ الصراع. أوه 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 كسب الصراع إسكو وحولها إلى كريستيانو. صارت أخطر، صارت أخطر، صارت أخطر، صارت جول، صارت جول، صار. بعني في بي إن سبورت مرات ومرات. شوف إسكو، شوف إسكو، شوف تمريرة إسكو وتقدم كريستيانو، وشوف تمريرة كريستيانو، وشوف بعد ذلك تمريرة رودي. يا سلام. يا كامب هنا في كيانو، أي جديد وأي قديم، كاسياس وخبرات نيمار الغدار البرازيلي. نيمار يرصد في كرة وميسي قد يركن أغلى الكرة، يمشي ليوناردو بالباس بالملي الارجنتيني يحط الكرة على راس لويس سواريز والكرة بالهدف الاول. جولاسو ديل اف سي برشلونة. ماتيو اللي يخطف الكرة، ماتيو يخطف الكرة مش مصدق. وقرصوني خلينا نصدق، وقرصوني خلي نصدق. يمشي ميسي يتغافلوا على الدفاع وضربة راس من اغلى المدافعين. 1-0 والريال متعودة دايما بهذه الكرات، لانه 33% من اهداف الريال اللي قبلها في الليغا هذا السيزون كانت بكرات الراسية. اكثر فريق قبل وكلا اهداف بالهاد. مش ممكن راموس متاخر 2 متر، مش ممكن بيبي مشى مع كورة من جوردي ألبا، هدف يضيع، هدف سيسجل. جولاسو كريستيانو رونالدو، هدف يضيع من هنا. اللي ضيع يقبل، اللي ضيع يقبل، فعلى فيهم رونالدو. عنون جوردي ألبا في هدف يضيع، وفي كرة فنون يلعبها مدريد. 1 2 3 جولاسو ديل ميرينجي. هدف التعادل. بنزيما يا معلم، بنزيما يا كبير، بنزيما يا معلم. رونالدو في مثل هذه الوضعيات ما يضيعش. شوف عمل بنزيما، قلت لكم الفرنسي الجزائري يلقى نفسه في الكلاسيكو، يلقى نفسه في الدربيات. مودريتش يصنع كرة، مودريتش يلعب كرة، حط له كرة، هدف مسجل، هدف مدون. الكلاسيكو يشتعل. كيف لا، وميسي وتمشي كرة خطيرة. هي لويس، هي لويس، والهدف الثاني، الهدف الثاني من لويسيتو سواريز. سواريز جولاسو. اعطيني اللي اعطاه باس، كرة الفيش. داني يا داني يا داني، داني اغلى يا احلى داني، ولكن الكنترول نتاع الاوروغواياني جار الى جار، والجار وصى عليه الرسول. نعم نعم نعم، برازيلي الاوروغواياني، السيليستي للفيردي اورو والبلاو جرانا. يصنع انتصارات، خسر مرتين ولا تعادل، سجل 25 هدف. وكرة حلوة، كرة حلوة والسيناريو هدف جديد. ولويس جول 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 دي لويس سواريز. اخر من سجل فيهم لحساب الليغا، واول من يضرب فيهم لاطار الليغا. بين ليغة البارحة وليغة اليوم يتوقف ريكورد كيلر نافاس بعد 884 دقيقة، لأن الخصم استثنائي الكوستاريكي. لويس جول ديل برشلونة. 1-0 والخامس مرة برشلونة ياخذ بقية التهديف. هدف مبكر في سيناريو مبكر، في سيناريو مثير باش يولع القمة ويجعلها هجومية، بعيدا عن الاحترازات وبعيدا عن الحذر وبعيدا عن التقوقعات وبعيدا عن تكتيكات وتحسينات بالصاد للمدربين. خطأ في المتابعة وضايع في المراقبة، وبدون برج المراقبة يضرب البرج العالي ليصبح الكرة حلوة ما تجيش. يمشي بالمهارة العالية الرجل توب، يمشي التوب، يمشي التوب، عدى كرة مش ممكن. نيمار الثاني، جول 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 جول. نيمار
حذر، والبرسا سيواصل الضرب والعزف المنفرد. مش ممكن، هات التغريدة من جديد، هذه الحكاية من جديد. ملا باس، كورة في راس نيمار القناص، يسجل الهدف ال20 متتاليات لمصلحة نادي برشلونة بواحد واثنين لا ثالث لهما. واحد اسمه لويس والثاني اسمه جونيور، كبيرهم نيمار. الثاني في مرمى الريال بالنسخة الأسود الميرينجي. تمشي الكرة عن طريق سيرجيو روبرتو يلعب الكرة الفيش يرجع يتسلطن البرشلوني، يمشي بالكرة هنا يتألق، هنا نيستا جولاتو، يرجع يتسلطن الكتالوني. جول تابلو متاع سالفادور دالي، تابلو متاع فان جوغ، تابلو متاع اكبر الرسامين، نحتها على طريقة ميكايلو او انجلو ورسمها على طريقة الدافنشي او تكتكها على طريقة ليوناردو. الله يعني يستمر من هنا. الثالث ترسيرو ديل برشلونة. الريال الموت الكلينيكي يصبح موت النهائي، وتعلن الوفاة في يوم 21 من نوفمبر في عالم القدم. انا ليونيل الارجنتيني كبيرهم على صغري. با 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 جول 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 جول. المرة الأولى في التعليق يوم الأرجنتين والمكسيك. أنا ميسي كبيرهم على صغري، أنا الأرجنتيني عارض المتعة في عالم القدم. متعونا، سروا الناظرين، سروا العاشقين، سروا المحبين، فرحوا المناصرين، وقول أسكتوا المحايدين والمنافسين والمناقشين والمشككين والنبارين والغيارين. مش ممكن. حب التألق في الكلاسيكو وحب الانتصار في ليلة غير عادية. محاولة راسية، كرة هدف أول برشلونة. جيرارد بيكي فكروا في نيمار، سواريز وميسي، نسوا بيكي اللي ارتقى فوق الجميع بالراس. روعة بيكي، روعة جيرارد بيكي. واحد لبرشلونة، لا شيء. مارسيلو سريعا لمصلحة ريال مدريد، مارسيلو في اختراق الدفاع، مارسيلو مر يلعبها على اليمين توني، وعرضية خطيرة. ريال مدريد هجمة منظمة غير عادية من مارسيلو، توني كروز في العرضية، كريم عطاير في منتهى الروعة. ريال يتعادل في الكامب نو، يعود إلى أجواء المباراة. تعادل 1-1 الآن، ورحلة طويلة إلى غير ذلك. كرة تعود مرة أخرى لكارفاخال، مرتدة سريعة، كارفاخال مشروع هجمة خطيرة لريال مدريد، تمرير على جهة اليمين، جاريث بيل، عرضية باتجاه كريستيانو رونالدو، استقبال جميل رونالدو، رونالدو باليسرى، رونالدو بكل شيء قادر على أن يسجل. الله يا رونالدو، صاروخ ماديرا يفجر أركان الكامب نو بهذا الهدف الثاني، ويسجل ريال مدريد ب10 لاعبين مع هدف مثير الجدل. هذه ربما تجعلني أتساءل أين برشلونة اليوم قبل أيام قليلة من مقابلة أتلتيكو الحاسمة في دور الأبطال. شوف الفرحة من جانب زيدان، هدف ثاني غير عادي من رونالدو، غير عادي كلاعب رقم 12 في الميدان. لكن حقيقة الأقدام إلى حد الآن تؤشر على 7 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، والنتيجة بيضاء بدون أهداف. هل يأتي الانفراج عبر كرة ثابتة؟ ليو ميسي ونيمار أمام الكرة، واحد من الاثنين، نيمار ليوانسا، جول، كرة جول، ويأتي هدف الأسبقية للفرقة الكتالونية. 1-0 لبرشلونة من كرة ثابتة لنيمار. برشلونة غندر برأسية لويس سواريز، لوكا مودريتش، لوكاس فاسكيز يحكي مع جيرار بيكي،
توتر أردا توران. إذا سيستأنف اللعب بعد لحظات. تهدئة الخواطر من جانب كارلوس غوميز. هذه إصابة نيمار تحتم عليه المغادرة. أحد أبرز نجوم المباراة مودريتش اللي وسع جول. ليس هنالك تسلل. كرة بالراس من راموس جابها له وفي الشباك حداله. غريبة غريبة والله غريبة. قلت لكم مشاهدينا الكرام الريال في آخر الأوقات رويال بلغة الأبطال. ريال مدريد على يسار الحارس مارك أندري تير شتيغن. الركنية من توني كروس وتير شتيغن. ما زالت الخطورة. مارسيلو عنده الكرة الآن. مارسيلو يرفع كرة عالية. بابا جول بابا جول. 28 هاي الراسية الأولى من قبل الحارس تير شتيغن. مارسيلو في القائمة الثاني. آي 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 آي. هل كانت هناك وضعية تسلل من راموس اللي ضربها في القائمة؟ لا، الكرة ضربت في القائم ووجدت كاسيميرو وحده أمام شباك فارغة. جول للريال عند الدقيقة 28 من عمر المباراة. دائما راموس بالراس ودائما راموس بالرجل. دائما راموس في الكرات العالية. دائما في راموس في الكرات الثابتة. الركنية مرت ولكن تمريرة مارسيلو لم تمر. راموس في القائم وكازيميرو في الشباك. جول للريال. مباريات مقارنة بريال مدريد. ليو ميسي إنيستا يلعبها مع جوردي ألبا. رجعت له مرة ثانية. دخلنا الربع ساعة الأخير من عمر هذا الشوط الأول. رجعت للخلف الكرة مباشرة في اتجاه سامويل أومتيتي. يلعبها مع جيرارد بيكي. وصلت لسيرجيو روبرتو من هناك على الجهة اليمنى. روبرتو ما زال ضربها راكيتيتش. غلقوا كل المنافذ عناصر ريال مدريد. لأنه لما نشوف فرق كبيرة أو منتخبات كبيرة نعتقد بأنه تصنع الفارق فقط بأهدافها وبمهاجميها بلعبها الهجومي. تصنع الفارق أيضا بمنظومتها الدفاعية. الريال شوف كيف منظم كما ينبغي. راكيتيتش ليو بابا بابا جول. يا سلام عليك يا ليو. ليو 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 أنت ساحر وبارع وماهر يا ليو. استلم مرة توغل راوغ سدد سجل جول. ليو ميسي عدل النتيجة للبارسا عند الدقيقة. هدف لليو ميسي في الكلاسيكو. هذه لعبة رائعة جدا بين ليو بين الرباعي. مرر واستلم توغل وراوغ سدد وسجل جول. هو هدف التعديل للبارسا عند الدقيقة 33 من عمر اللقاء. البارسا في أسوأ أحوالها تعدل النتيجة أمام ريال مدريد وتبعث اللقاء من جديد أمام أنظار كريستيانو. هدف لهدف لا تعرف ما يحدث في مباراة الريال والبارسا. مهما اعتقدنا بأن الريال أفضل والبارسا سيء. جاريث بيل عنده الكرة. كل مباريات البارسا والريال. ولكن أتوقع وربما نقول متأكد بأنهما يلعبان أفضل المباريات. الكرة لراكيتيتش. التسديدة جول. بابا جول ويا له من جول من أروع ما يكون. راكيتيتش يسجل الجول الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 72. فعله الكرواتي راكيتيتش. استلم بيمناه وسدد بيسراه. يا سلام المراوغة باليمنى والتسديد. جول يا له من جول في الزاوية اليمنى. راكيتيتش حطها. يا سلام جول ثاني لبرشلونة في سانتياغو برنابيو. إذا بقت النتيجة هكذا يبعث اللقب من جديد. الآن برشلونة في ريادة ترتيب الدوري الإسباني. يا سلام عليك يا راكيتيتش. هدف ولا أروع. هدف في منتهى الروعة من راكيتيتش لصالح فريق برشلونة. 7 أهداف. اليمنى يلعب لخامس رودريغيز يلعب لكارفاخال. تنظيمهم صار رائع في الخط الخلفي عناصر برشلونة. خامس رودريغيز يجد من هناك توني كروس. مارسيلو الجهة اليسرى. مارسيلو بابا جول. حط بيسرى في شباك الحارس مارك أندري تير شتيغن. هدفان لمثلهما الكولومبي فعلها وعدل النتيجة لفريق ريال مدريد. الكولومبي سجل هدفه الرابع هذا الموسم. نعم جول. بابا
التمريرة من البرازيلي للكولومبي، يقول التعديل هدفان لمثلهما، انت اللي مجنون. جاء اللاعب اندري جوميش القرضة بابا خطيرة، ليو بابا جول، قتلهم ليو الساحر، فعلها بهم ليو الساحر، ميسي المنقذ، ميسي العملاق، ميسي المبدع، اسقطهم جميعا في سانتياغو برنابيو. يجب ان روبرتو اختفى وانطلق وراح، انطلق عناصر الريال، خطا فادح انهم يغامرون بهذا الشكل في اللحظات الاخيره وينسون ليو. هايل الكره، ليو وصل، ليو سدد، ليو لم يسددها ليو بل وضعها في الشباك بهذه الكيفيه البارعه والرائعه. نعم يا ليو، محظوظون اننا عشنا في زمنك وفي عهدك بان امتعتنا بكل هذا الذي قدمته لعشاق كره القدم على مدى العشر سنوات الماضيه. ليو 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 يطيح بالريال، الريال في سانتياغو برنابيو 3-2. انطلق سيرجيو روبرتو وكأنه دخل الحين. كنت قلت منذ حين بأنه تعب، ولكن الفضاحة بالريال تقتضي أنه ينطلق بهذا الشكل، وميسي في الوقت المناسب وفي المكان المناسب يفعلها ويسجل. التمريرة كانت رائعة. هنا ميسي بمهاراته بالكرات الاعتيادية، انطلاقة مميزة هنا، فولسو، جول جول جول. لا جديد على العادة، دائما هنا الأرجنتيني يظهر. علاقة عشق كبيرة بينه وبين الكلاسيكو وبين التسجيل في مباريات الكلاسيكو. بالفعل الأرجنتيني ضاغيين حتى النخاع. لدينا فرصة، محاولة قريبة هذه المرة، فرصة للكونو، جول جول. هدف ثاني للبارسا، والبارسا يبدأ سريعا، يبدأ قويا، يبدأ ضاغطا، يبدأ مسجلا لهدفين. هذه المرة الكرواتي إيفان راكيتيتش هو من سجل ثاني الأهداف. راكيتيتش هو من تمكن من التسجيل بكرة وبتسديدة. محاولة للميرينجي، فرصة خطيرة، مرور ممتاز، الله، جول، الله. هدف تقليص الفارق في هذه اللحظات، والكرواتي لدينا محاولة، بنزيما يتقدم، يحاول هنا، فرصة، التعادل كاد أن يأتي. والفرنسي كريم بنزيما هو من حاول في الكرة الماضية بكرة يسارية كانت قوية. نعم بنزيما وليس اسينسيو هو من تقدم في الكرة الماضية بهذه الصورة وبهذه التسديدة اليسارية، لكنها جانبت القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى. كلاسيكو في 19 دقيقة مضت فيه 3 أهداف في رتم سريع، وكأن هذا اللقاء وكأن هذا الكلاسيكو لا يعطينا أي انطباع بأنها مباراة تحضيرية. مرتدة لمصلحة ريال مدريد، انطلاقة لن تأتي، مودريتش عند الكرة يحاول فيها مودريتش والتسديدة لكن بعيدة. تحولت هذه الكرة، اعتلت العارضة وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي برشلونة في هذه الأثناء. ركلة مرمى البارسا، زيدان طبعا كان منزعجا من الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي في المباراة الماضية. 4 أهداف مقابل هدف. هنا خطأ فادح كاد أن يحدث من حارس المرمى، الحارس الهولندي، الحارس سيلس اللي انتقل من نادي اياكس الفريق الهولندي في الموسم الماضي الى نادي برشلونه بعدما رحل طبعا كلاوديو برافو. بينما خطا اخر من جيرارد الدفاعيه وبناء هجمه جديده لمصلحه البارسا. انطلاقه راكيتيتش، بعد ذلك سواريز يطلب الكره في الجانب الايمن، هجمه واعده، فرصه خطيره، محاوله قريبه، نيمار يا لها من مرتدة منظمة لبرشلونة، ولكنها لم تنتهي بنهاية سعيدة تسعد جماهيرها بكرة كانت خطيرة. راكيتيتش، قبل ذلك ميسي، وصلت سواريز، بعدها نيمار، تلاعب كيفما شاء وسدد له كرة يسارية لكنها جانبت القائم الأيسر. مطالبة بخطأ في الكرة الماضية، جاريث بيل كان يطالب بخطأ، لكن لعب نادي طبعا موناكو، لاعب اللي خسر هذا اليوم بطولة كأس السوبر الفرنسي من أمام نادي باريس سان جيرمان. لدينا فرصة خطيرة وقريبة مرة أخرى، وعنوان الخطر
واحد من رموز الخطر في عالم الساحرة المستديرة. نعم، ميسي المسجل خطر في عالم الساحرة المستديرة، كاد أن يسجل الهدف الثالث بهذه الصورة. بذلك مرور ممتاز وتقدم امتياز والتمريرة حاضرة. كرفخان هنا جول إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. ويا لها من مباراة، ويا له من كلاسيكو. ونعم يا زيدان، أتمنى أن نشاهد المباريات الرسمية بهذا الأداء المفتوح وبهذا الرتم السريع. هنا واحدة من الفرص، هنا واحدة من الكرات الخطيرة، وهنا تصدي بارع ورائع من حارس المرمى. الحارس قدم سواريز عند الكرة، يبحث عن زميل، بعد ذلك التمريرة. ميسي يتوغل أكثر، يمرر بصورة أمثل، بعد ذلك الفرصة، المحاولة نيمار والتمريرة. أتت العرضية لكنها صدمت المدافع. انطلاقة لا تأتي، محاولة لمصلحة الريال، بعد ذلك يا سلام، الله 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 الله، هدف التعادل، ولكن بطريقة منظمة، بطريقة جمالية رائعة من هذا اللاعب اسينسيو. هو من بدأ الهجمة، وهو من أنهى الهجمة، وهو من سجل الأهداف لبرشلونة في هذه اللحظات. هذه المرة هو يحب دائما أن تتاح له هذه الفرصة وأن يسجل تحديدا في مرمى ريال مدريد. وهنا جاءت الفرصة وسجل جيرار بيكيه الهدف الثالث لمصلحة برشلونة في يبعد الدفاع، تصل عند بوسكيتس، لمسة للأمام، محاولة من جانب اسكو في بناء الهجمة لريال مدريد. تحرك من جانب مارسيلو، اسكو يلعبها لمارسيلو، الميرينجي مع كرة عرضية، كرة هدف الميرينجي. فريق بيكي وليس غير بيكي، وبالتأكيد بيكي الذي دائما ما يأمل أن يسجل في مرمى ريال مدريد، أن يتألق في الكلاسيكو اليوم، يسجل في مرمى فريقه. لقطة صعبة من إثارة، يا لها من إثارة ويا له من انتظار. ليو نافاس، ميسي ونافاس، ليو على المرتدة، على الانطلاقة، على اللمسة، على اسكوب، على التمريرة نحو كريستيانو، خطيرة لريال مدريد، 1-1. رونالدو مر يلعب كورة، كالما يتحمل. شوف اللقطة الرائعة، شوف المرتدة، شوف اللمسة من اسكوب والمرتدة السريعة. وين بيكي ذهب أدراج الرياح، وينها الكرة بعيدة في الزاوية المستحيلة، لا مستحيلة عند رونالدو. هدف ثاني لريال مدريد في ملعب كامب نو مرة أخرى، الأرض المفضلة لكريستيانو اللي سجل فيها أكثر مما سجل في برنابيو على مستوى الكلاسيكو. واحدة من ليو وإن كانت من علامة الجزاء، واحدة من كريستيانو من ضربة رائعة جدا. وكاس مشروع مرتدة لريال مدريد، فاسكيز معها أيضا اسينسيو على الجهة اليسرى، يلعبها لاسينسيو، خطيرة لريال مدريد. اسينسيو يلعب كرة يا إلهي، شوف البدلاء ماذا فعلوا في ريال مدريد. لوكاس إلى اسينسيو، بوم، الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ لقد سددها اسينسيو في المكان الذي تسكن فيه كل الشياطين، يسجل ويقلب الموازين، يؤكد الانتصار أقرب لريال مدريد. البدلاء وكلمة زيدان وكلمة قبل 4. هذا اسينسيو يلعب كورة يا خرا. لقطة تسديدة جميلة يا ولدي، جميلة يا ولدي. كم هذا اسينسيو، 21 سنة يلعب في الكلاسيكو بهذه الصورة، كلام كبير.
اسينسيو صغير السن ولكنه كبير العطاء، كبير الدهاء، كبير الذكاء أو عالي الذكاء، حاد الذكاء، قدم ساحرة. بهذه الصورة توني خاطئة، مشروع مرتدة، يستعيدها لوكاس إلى اسينسيو، مارسيلو على اليسار، مشروع هدف ثاني لريال مدريد، عرضية داخل منطقة الجزاء وكرة مرينجي جامدة من اسينسيو، مارسيلو، وبعد ذلك تحرك من جانب لوكاس، هياها لوكاس هو كريم لنفسه، أمتيتي يتفرج، أي لمسة يا كريم، كريم اليوم يسجل هدفا رائعا جدا. ريال مدريد اليوم يقدم عرضا مثيرا للمشجعين، يقدم طربا كبيرا للمشجعين. مستوى المباراة بقطع النظر عن التكتيك والترتيبات الدفاعية، مباراة حكمتها الظاهرة، مباراة ساعة واحدة، اللاعبية ما زالت تتثاوب، والكرة خطيرة وجول! 1-0 1-0 للبيستوليرو، 1-0 للبيستوليرو على التوالي. هذه الكرة وهذه اللفة، هذه الصورة وهذه الدورة نتاع راكيتيتش، ولا واحد يقابل كارثة ريال مدريد في اللقطة الأخيرة، كارثة مدريد في الهدف، الكل متأخر ولا واحد يقدم على حامل الكرة. شو بوسكيتس، شو بوسكيتس وما ضغط كروس، يتفرج مودريتش يقف ويتأخر، ما عادش يعمل البريس، يبعد ويضيع كوفازيتش اللي مركز فقط على ميسي، يمشي بالكرة خطيرة، واحدة واثنين والثالثة، كرة باليمين في مرمى العرين المدريدي، 1-0 عن طريق البيستوليرو اللي ما يرحمش، يخرج المسدس ويضرب ويطلق طلقة 14 قمر عن طريق الغريب، ثم كرة ترجع تتهيأ، يلمس الكرة بيدي كارفاخال امامك، واضحة الورقة الحمراء موجودة، حكم يعطيه ادفانتج في كرة دخلت، والكرة الآن 11 ضد 10 وميسي في الثاني، ميسي ضربة جزاء، اخر 5 ضربات جزاء ضيع 3، والاسبوع الفايت ضيع 3، ولكن اليوم الريال والثاني ضد الريال ما يرديش، ضد الريال ما يرحمش، ضد الريال ما يضيعش، البولجا يحط ثاني الاهداف، ميسي سجل النقاط الثلاث، اكثر من هذا يضمن الدوري من شهر 12 يا شباب. 2-0 للبلاوغرانا، البارسا 2-0، غايب تماما مدريد، لا بدنيا لا ذهنيا لا فنيا لا تكتيكيا، بعد اكثر من ساعه لعب ضايع برشلونه، ضايع ريال مدريد، ومتفوق البارسا بامتياز. 2-0 للبلاوغرانا، والهدف رقم 25 من البولجا ليونيل ميسي. يا قاتل الروح وين تروح؟ ميسي المجرم الذي هواه العالم وخلده التاريخ، أنت غير عادي يا بولجا. ميسي جاب الكرات وسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء، سجل الثاني بطريقته يحتفل، بطريقته يحتفي. نعم يقع النقاط، افتك منه الزعامة، أكد ريادة الكلاسيكو بآخر السنوات، وينتصر الكتالوني بعد هزيمتي السوبر. ترجع كرة من ليونيل، اخر كرة ميسي، يهرب ليونيل، حط الكرة خطيرة، والهدف الثالث، الهدف الثالث، ثالث البارسا سجل الثالث، 3-0. ميسي يصنع هدفه المئوي، ميسي يصنع هدفه المئوي في يوم البحث عن مئوية انتصارات الريال في الكلاسيكو ما بين ودي ورسمي. البارسا يصنع بميسي 100 هدف. أليكسي فيدال ليس البارحة ببعيد، كأنني أرى نفس الصورة، كأنني ألاحظ نفس ليمايتش، كأنني أرى نفس الفوتو، كأني أرى نفس الكورة ونفس الصورة. البارسا في غورة وفي دورة، يتفسح في البرنابيو كأنها رباعية رافائيل بينيتيز من سنتين. ميسي يصنع الكرة ويبقى رقم 1 بالصورة، يتفادى تماس ثم يعمل الشو، يواصل الكرنفال، يصنع كرة فيستيفال. مارسيلو تحت، ميسي فوق، يخرج لاسيس لفيدال، وفيدال ينجول كرة في الشبكة، هدف تيرسيرو ديل برشلونة بالثلاث، يحصدون النقاط الثلاث ويقسمون بالثلاث. الدوري لن يبات إلا في كاتالونيا. 3-0 بخلاف الصرف، والصرف هو الفرص المهدورة. سبسكرايب يا غليم.